المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع جنوب السودان يعقد مؤتمره. تقييم أنشطة الجبهة الشعبية في شمال البحر الأحمر. وتقييم أنشطة مديرية باروة. قصف إسرائيلي خلف قتلى يخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة. هدنة بين الحكومة الكولومبية والجماعات المسلحة لمدة 6 أشهر. وتنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة. أهلا بكم مشاهدينا. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في جنوب السودان مؤتمره الثالث في جوبا يوم 31 من ديسمبر المنصرم تحت شعار التعبئة كضرورة مرحلية. وأوضحت نائبة رئيسة الفرع السيدة كبرى تولدي في التقرير الذي قدمته أن توسيع التنظيم وفعالية الأنشطة من البرامج التي تمنح الأولوية عام 2023. وقدمت منظمات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجالية ومدرسة الجالية كلمات تضامنية في المؤتمر، مؤكدة العمل لتقوية فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وأنشطته. وأشار سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس ميكيل بالدور الكبير الذي قامت به المرأة الإريترية في النضال التحرري والدفاع عن السيادة، مشيدا بإسهامات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في جنوب السودان والذي انطلق عام 2015 تحت شعار تنظيم قوة. وانتخب المؤتمر مجلس إداري جديد مكون من 30 عضوا يخدمنا لمدة عامين. وشهد المؤتمر الأناشيد والأغاني الثورية والوطنية من أطفال مدرسة الجالية وفرقة عود الفنية. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر أنشطة عام 2022 في اجتماع عقده في مصوع في 30 من ديسمبر المنصرم. وقدمت في الاجتماع والذي شاركت فيه الإدارات وعمال المؤسسات الحكومية تقارير عمل عام 2022 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتنظيمية وبرامج التنمية والتصدي. وأوضحها مسؤول الشؤون السياسية في المكتب السيد أحمد جعفر ومسؤول الشؤون التنظيمية السيد أحمد عبد القادر تنفيذ أعمال مرضية في التنظيم ومساهمة الشعب في تنمية صندوق أمانة الشهداء ومساعدة أسر الشهداء والتأهيل في العلوم الاجتماعية وغيرها. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني أدوناي أن الأنشطة المنفذة من قبل الشعب والعمال المدنيين في الحكومة وخاصة في برامج التنمية والتصدي تعتبر أساس للبرامج المستقبلية. وقال إن تقوية التأهيل للكوادر والدفع بمساهمات في البرامج الموضوعة على مستوى البلاد من البرامج الأساسية لعام 2023. وأوصى الاجتماع بتقوية تأطير المرأة ومواصلة مساهمة الشعب في تنمية صندوق أمانة الشهداء والدفع بأنشطة النفير التنموي. وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة في ختام الاجتماع بأن البرامج المنفذة العام الماضي تعتبر مرضية بالنظر للأوضاع والتحديات، داعية لتنفيذ البرامج الموضوعة على هذا العام حسب الأولويات. قيمت إدارة مديرية باروة أنشطة العام الماضي في اجتماع عقدته في 30 من ديسمبر المنصرم. وأفادت التقارير المقدمة في الاجتماع بزراعة الذرة والبقوليات والبذور الزيتية، لكن الإنتاج لم يكن حسب المأمول لعدم كفاية الأمطار والتي هطلت خلال 45 يوما. وحول الخدمات الاجتماعية أفادت التقارير بمتابعة 462 مواطنا لبرنامج تعليم الكبار وصيانة مدرستي شكتي الابتدائية والمتوسطة ودباروة الثانوية، وتقديم برنامج مول للقروض بأكثر من 3 ملايين نافة ل 309 مواطن، ومساهمة 6 عيادات ونقطة صحية في ضمان صحة المجتمع. وذكر بأن الحكومة قدمت أكثر من 11.2 مليون نافة إعالة لأسر الشهداء، وكما قدم عمال المؤسسات الحكومية 133 ألف نافة ل 130 أسرة شهيد.
وأشاد مدير مديرية دبارة السيد فرونجل تخلا هيمانوت بالمشاركة القوية للشعب في بناء وصيانة قرى في انتظار الحوامل في عدي بزحنس وعيادة شكتي، والصلح بين قريتي عدي حربو وعداقة دحنا وشق الطرق وإدخال أنابيب المياه في 9 قرى. ودعا لتكرار قدرات العمل التي ظهرت عام 2022 في عام 2023. أفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بتنفيذ أعمال بناءة في مكافحة الأمراض المعدية عامة والإيدز خاصة. وأوضح مسؤول التوعية والمعلومات في المكتب السيد محمد نقوس تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في جميع المؤسسات الصحية لتعزيز دورهم في مكافحة مرض الإيدز والقيام بالتوعية الصحية في أوساط الشعب وتقديم خدمات التحاليل الطوعية. وقال أن التجول في القرى البعيدة للتوعية الصحية والتحاليل ساهمت كثيرا في التصدي لمرض الإيدز. ودعا مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد محمد أنوار لبذل الجهود لحل مصاعب العمل وخاصة التي تواجه الأعضاء. ونشد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد علي السيرو باستمرار الدورات التدريبية المقدمة للأعضاء لدورها في فعالية الخدمات المقدمة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أفادت وسائل إعلام سورية بأن مطار دمشق الدولي تعرض لقصف إسرائيلي أدى إلى خروجه عن الخدمة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن القصف أسفر أيضا عن مقتل عسكريين وجرح 2 آخرين. وقال المصدر العسكري أن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ من شمال شرق بحيرة طبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه. وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن دوي انفجارات سمع في سماء العاصمة. من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة، وتحدث عن سقوط 4 قتلى بينهم جنديان سوريان. أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية التي ما زالت تنشط في البلاد. وأضاف أنه يمكن تمديد الهدنة حسب ما ستؤول إليه المفاوضات. وجاءت تغريدة الرئيس الكولومبي بيترو عشية رأس السنة معلنة التوصل إلى هدنة لمدة 6 أشهر مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية. وكان بيترو قد تعهد عندما تولى السلطة في أغسطس بالتفاوض مع كل الجماعات المسلحة الكولومبية. وجاءت هذه الهدنة كخطوة أولى نحو تحقيق سياسة السلام الكامل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد رغم حل القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك عام 2017. وفي نوفمبر استؤنفت في كاراكاس المحادثات المتوقفة منذ 4 سنوات بين الحكومة الكولومبية ومتمردي جيش التحرير الوطني، إلا أنها فشلت حتى الآن في وقف العنف في كل أنحاء البلاد. تم تنصيب لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة خلال حفل في الكونغرس، حيث أدى اليمين الدستورية بعد 12 عاما من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين. وتعتبر عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، خاصة أنه كان يقبع في السجن قبل 4 سنوات فقط بتهمة الفساد. وألقى لولا دا سيلفا خطابا شديد اللهجة أمام الكونغرس بعد تنصيبه، تعهد فيه بإعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي، مشيرا إلى سجل كارثي لسلف جافير بولسنارو. كما اتهم لولا اليساري سلفه اليميني المتطرف بأنه استنفذ الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة في البلاد. قتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 10 حراس، في هجوم مسلح استهدف سجنا في مدينة سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفر خلاله ما لا يقل عن 24
سجينا حسب ما أفادت به السلطات المحلية. وقال مكتب المدعي العام بولاية تشيهواوا في بيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص، ونفذ الهجوم عندما وصل مسلحون في عربات مصفحة وأطلقوا النار على الحراس. في الوقت نفسه كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم بمناسبة العام الجديد. واستنادا إلى عناصر التحقيق الأولية كان هدف الهجوم هو تسهيل هروب مجموعة السجناء. وأضافت النيابة أن الشرطة اعتقلت 4 أفراد بمساعدة الجيش من دون أن تحدد إذا كانوا سجناء هاربين أو من المهاجمين. وفي أغسطس الماضي امتدت أعمال عنف في السجن ذاته إلى شوارع المدينة وأدت إلى مقتل 11 شخصا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع جنوب السودان يعقد مؤتمره. تقييم أنشطة الجبهة الشعبية في شمال البحر الأحمر. تقييم أنشطة مديرية دباروا. قصف إسرائيلي خلف قتلى يخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة. هدنة بين الحكومة الكولومبية والجماعات المسلحة لمدة 6 أشهر. وتنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.